السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشمسي السريع. هنعمله في فرن البوتاجاز بأسهل وأسرع طريقة. هنعمله من غير مراحل تخمير كتير، هي مرحلة وبس، وهيطلع معاكي ما شاء الله اللهم بارك زي الكيكة الإسفنجية ويمكن أحلى كمان. لو جربتيه مرة بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليه إلا بالطريقة دي، كمان أنضف وأوفر بكتير من اللي بنشتريه. النهاردة هنشتغل بنص كيلو دقيق، طبعا اشتغلي بالكمية اللي انت عايزاها. هنضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان معلقة صغيرة من الملح، بس دي كل مكونات العيش اللي هنشتغل بيها النهاردة. عندنا في الصعيد طبعا ما بنشتغلش بنص كيلو دقيق، وقت ما بنحب نعمل العيش الشمس ده بنعمل أقل حاجة بالعشرين كيلو دقيق. لان بيعملوا بكميات كبيره جدا وبيحطوها في التلاجة، مش كل يوم طبعا هيعملوا عيش شمسي، لان في البلد بيبقى مراحله كتير جدا وبيبقى يوم تعب يوم الخبيث، فعشان كده بيعملوا بكميات كبيره. النهارده انا هعمل نص كيلو بس على قدنا كده. بحب دايما يا بنات اكله مع الملوخيه الناشفه او الباميه، بيبقى طعمه تحفه. عايزه اقولك لو دقت الملوخيه بالعيش الشمسي مش هتبطلي تعمليه ابدا، لان طعمه بيبقى خرافه وجميل جدا. نص كيلو دقيق ضفت عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه زي ما قلتلك، ومعلقه صغيره من الملح، وضفت كوبايه ميه. كوبايه الميه التانية دي هضيفها كده معلقه معلقه، لاني محتاجه اعجن في العجينه لمده 10 دقايق لحد العجينه ما تكون عرق، لان اساسي في العيش الشمسي يا بنات يبقى فيه عرق. هفضل اعجن كده لمده 10 دقايق وهتشوفي معايا قوام العجينه. انا مش هأيدك بمقدار الميه لان كل دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بيشرب ميه وفي دقيق لا. فانتي حسب العجينة ما هتشوفيها، هتشوفي معايا العجينة المطلوبة والقوام المطلوب للعجينة، وهتضيفي المية على قد ما هتوصلي للقوام ده. طريقته سهلة وبسيطة جدا. عايزة اقولك انا كنت بعمل الاكل، يعني كنت بجهز الغدا في الوقت ده، وكنت سايبة وعملت العيش في نفس الوقت. كان عيش طازة مع الملوخية، كنت كمان عاملة فاصوليا مع لحمة، كان طعمها اللهم بارك تحفة. هضيف المية واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي وهعجن. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. العيش يا بنات في البلد بنعمله لما نيجي نحب نعمل العيش الشمس ده، بنعمل له خميره طبعا من بالليل، بتبقى خميره بلدي، والصبح كده نحط خميره فوريه مع الخميره البلدي ونعجن الدقيق. مش اقل من ساعه بتعجني في العيش لحد ما يكون عرق وبيبقى قوامه زي ما هتشوفيه معايا دلوقتي، ما بيبقاش تخين عشان ما يطلعش كده ليه قلب. شايفين قوام العجينه ما شاء الله اللهم بارك تحفه. كمان لسه انا هعجنها شويه كمان تاني، وهضيف ميه كده معلقه معلقه لحد العجينه ما تبقى طريه في ايدي، وفي نفس الوقت تبقى متماسكه. يعني انا مش عايزه عجينه سايله زي الكيكه، لا العجينه هتشوفيها معايا دلوقتي وهتشوفي قوامها. شايفين قوام العجينه. هنرجع تاني للعيش الشمس بتاع البلد. زي ما قلت لك بنربي الخميره بالليل، والصبح بنحط خميره فوريه مع الخميره البلدي اللي احنا عملناها من بالليل، وبعد كده بنقطع العيش وبنحطه في الشمس. بياخد مرحله كبيره جدا. احنا مش هنحطه في الشمس ولا اي حاجه، هتشغل عليه الدفايه. انا عايزه اقولك كنت عاملاه حوالي بعد العصر، والخميره اختمرت، العيش اختمر وبقى ما شاء الله زي الفل. سبته بس ريح كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده فردت رده. لما تروح تشتري الرده دي هقولي له عايزه الرده الناعمه مش الرده بتاعه الطيور اللي بتبقى خشنه دي. وهنبدا نقطع العيش بالطريقه دي. طبعا انا متعوده طبعا على تقطيع العيش بالطريقه دي. دي طريقتنا في الصعيد اللي بنعمل بيها العيش الشمسي. لو انت مش هتعرفي تقدري بقى تعمليه على ايدك، تحطي ايدك في الدقيق ايدك التانية لو حاسه ان العيش هيقع منك، لان في ناس طبعا مش متمكنه في قطعيه العيش دي او في تقطيع العيش بالطريقه دي. تقدري تحطيه على ايدك التانية وتظبطيه. المهم ان هو يطلع شكل دايره في الاخر عشان يطلع شكله حلو. طبعا عشان متعوده انا من صغري على العيش ده، فانا متمكنه جدا في تقطيع العيش بطريقه حلوه جدا. هتشوفيها معايا دلوقتي. خلاص كده بعد ما قطعت العيش بالطريقه دي قطعتهم كلهم. النص كيلو طلع معايا تلاتة وواحد صغير. هسيبه بس كده حاجه بسيطه عشان اعرف بس افرده. ولو ما عرفتيش تقدري تحطي ايدك في الدقيق زي ما انا عملت كده، وتحاولي كده تلمي العيش تخلي شكله دايره، وهنفرده بالشكل ده. افرديه حلو لان لسه هيختمر، فانت حاولي كده تفرديه حلو عشان ما يبقالهوش قلب من جوه. شايفين هفرده بالطريقه دي بكفة ايدك كده، وحاولي تفرديه، ما تفرديش بصوابعك عشان صوابعك ما تعلمش فيه. وبعد ما يستوي كده تلاقي الوش بتاع العيش كده صوابعك معلمة فيه، هيبقى شكله مش حلو. افرديه كده بكفة ايدك. اتمنى منك لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا في البلد الدقيق عندهم متوفر بكميات كبيره، عندنا في القاهره هنا مفيش دقيق، والدقيق دلوقتي سعره رفع جدا.
وخلاص كده بعد ما فردت العيش حلو قوي، دلوقتي هشغل الدفايه او اي مكان دافي عندك وهتسيبيه. انا شغلت له بصراحه الدفايه وسبته، خد حوالي معايا نص ساعه، وهتشوفيه معايا دلوقتي بعد ما اختمر. طريقته يا بنات سهله وبسيطه جدا، وطعمه خرافه للناس اللي متعوده عليه. بصراحه طعمه مع الملوخيه او الباميه زي ما قلت لك طعمه بيبقى تحفه. وخلاص كده بعد مرور ساعه والعيش اختمر، دلوقتي هنبدا نقلبه على الناحيه التانية. هتشوفي معايا دلوقتي هقلبه، تقدري تقلبيه على نفس الرده، تقدري كمان تشيلي الرده، بس بصراحه انا دايما بحب اقلبه على الرده. وبعد كده بشيل الرده دي، بتتشال بكل سهوله. هنقلبه بالطريقه دي، هتمسكي الرغيف كده على ايدك وهتقلبيه بالطريقه دي. طريقته سهله وبسيطه جدا، ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. خلاص كده بعد ما قلبته على الناحيه التانية، هسيبه كمان حوالي كده ربع ساعه لحد كده ما يختمر ويمسك نفسه العيش كده ويشد. قبل ما هحطه في الفرن ب5 دقايق هشغله المروحه. فايدة المروحة ايه؟ هنشغل المروحة عشان العيش كده ينشف شوية وتعرفي تفتحيه، او تعرفي تشققيه، عندنا في البلد بنقول عليه نشقق العيش. اخر 5 دقايق بس اشغل عليه المروحة. شايفين بعد ما شغلت عليه المروحة العيش كده شد وبقى جميل جدا، وبقيت بفتحه بكل سهولة. هتجيبي خلة وهتفتحي بيها، ما عندكيش هيبقى دبوس نظيف ما يكونش حد استعمله قبل كده، وهتفتحي بيه. هيبقى جميل جدا. في ناس بتعمل حوالي كده 3 فتحات، بس بصراحة انا ما بعرفش اعملهم، لان انا من صغري متعودة على الفتحة بتاعة العيش دي. دايما كده بنشقه بالطريقة دي. شايفين شكله جميل جدا. كمان ان شاء الله طعمه هيعجبك جدا لو جربتيه. هو نص كيلو دي جربي فيه مش هتخسري حاجة، هيطلع طعمه تحفة. هنجيب صاج، ما بحبش احطه كده في الفرن عشان ما يتلسعش من تحت، الفرن عندي حامية جدا. بحطه في صاج كده بالطريقة دي، وبنفض الردة كده من على وشه. الصاج اللي عندي شال رغيفين وشال الرغيف الصغير. دلوقتي كده انا هدخلهم الفرن، طبعا الفرن سخنة، دوسي دوسة بسيطة كده جدا على الوش عشان الرغيف كده يطلع مفرود وحلو معاكي. خلاص كده هدخلهم الفرن. خد حوالي معايا كده نص ساعة. اخر 5 دقايق بالظبط شغلت لهم الشواية. على ما دخلت الرغيفين دول وشفت الرغيف التاني، لقيت حمزة ابني ربنا يبارك لي فيه، لقيته شايل الرغيف ده وعايز يقلدني، فكسر لي الرغيف بالنص. بس مش مشكلة، برضو كان طعمه جميل جدا واتاكل. شايفين العيش ما شاء الله اللهم بارك، روعة. عايزه اقولك اسفنجي جدا. ان شاء الله انت هتجربيه وهتحكمي عليه بنفسك. حاجه كده اللهم بارك، حاجه نظيفه انت عاملاها بايدك في البيت، ما كلفتكيش كتير. كمان مع الخضار طعمه جميل جدا، بحبه جدا مع الملوخيه. كمان يا بنات في الطعميه بحبه جدا. عايزه اقولك العيش الشمس ده العشق كله، انا بعشقه. هنفتح رغيف دلوقتي مع بعض وهنشوفه. وعندي ما شاء الله اولادي كلهم بيحبوا العيش الشمس زيي. شايفين من جوه ما شاء الله حاجه كده تحفه. ده الرغيف اللي حمزه كان بوظه، وطالع ما شاء الله جميل جدا. هنفتح الرغيف الصغير كمان تاني ونشوف قلبه من جوه. شايفين هش وطري جدا، اسفنجي. عايزه اقولك احلى من الكيكه الاسفنجيه، هش وطري جدا. وده الرغيف الصغير، شايفين من جوه ما شاء الله اللهم بارك. أه حاجه كده روعه اللهم بارك، حاجه تفتح النفس، جميله جدا، حاجه انت عاملاها بايديك ومتاكده من نظافتها. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ولو بفكره بسيطه، وتدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واشوفك في فيديو جديد.